السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين ملاح وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا المسمن ديال القمح اللي كيجي اروع مسمن وكيجي بنين وكيجي اقتصادي وكيجي زوين، وكنتمنى يعجبكم وتدعموني باللايكات. واللي ما اشتركش في القناه ديالي يشترك ويفعل الجرس هكا يوصلوا اي جديد. المهم مشاهدين ديالي، هنايا نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركة الله. هنايا عندي القمح كما راكم تشوفوا. هنايا عندي القمح بالنخاله ديالو، انا غربلته حيدت له كاع ديك النخاله الغليظه، خليت غير ديك الرقيقه اللي كتمشي مع القمح. وهنايا غادي نضيف لها واحد نص غرفيه ديال الفرينه هكا باش تجينا المسمن ديالنا مجموع وما يجيناش مفرتت. غادي نخلط هاد النواشف. وهنايا عندي مغرفه صغيره ديال خماره الحلويات، وعندي مغرفه صغيره ديال الملحه، وعندي مغرفه صغيره ديال العسل، وعندي واحد المغرفه كبيره ديال الزيت هكا باش تجينا العجينه رطبه وطريه. وهنايا عندي الماء دافي باش غادي نجمع هاد العجينه ديال المسمن. بسم الله. وهنايا ملي جمعنا العجينه ديالنا غادي ندير لها واحد الدلكه خفيفه على سطح العمل. وراه الدقيق ديال القمح دغيا كيتدلك كيجي زوين. غير تجمعيه وتخليه في واحد البلاستيكه. كالمشاهدين ديالي هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا، كيجي هكا رطب. انا غادي نضيف لها واحد شويه ديال الزيت. وغادي نديرها في واحد البلاستيكه كما راكم تشوفوا، وغادي نخليها ترتاح واحد شويه ونولي نقطعها معكم وتشوفوا الطريقه. هنايا غادي نحاول نقطع هاد العجينه، هانتوما كتشوفوا كتولي تبارك الله. ملي ديروها في البلاستيكه كتولي زوينه بزاف. نحاول نجمعها شويه.
وهنا غادي نبدا نقطعها. اللي عندها الميزان تعبرهم باش يجيوها متساويين، واللي ما عندهاش يعني عينها ميزانها. وهكا المشاهدين كان عندي هذه راه عندي كوموند ضروري خصني نوزنها باش تجيني متساويه. وهكا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ونولي معكم. وهكا المشاهدين هنايا ملي كملت الكميه غادي نغطي عليهم بواحد البلاستيكه هكا ونخليهم يرتاحوا واحد شويه. نولي باش نسرحوهم. هنايا عندي النخاله اللي قلت لكم قبيله راني حرفتها، وعندي شويه القمح اللي دعجنا به العجينه ديال المسمن، وعندي واحد شويه ديال خميره الحلويات، واحد المغرفه صغيره. وهكا غادي نخلطهم هكا مزيان باش غادي نبقى نرش في المسمنه ديالنا، نبقاو نورقوا بها. وهنايا عندي شويه ديال الزيت ودرت معاه واحد شويه ديال الزبده. وهنايا غادي ندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، وغادي نجيب اول وحده انايا درتها في الاول، وغادي هكا نبقى نسرحها مزيان. غادي نسرحها على شكل مربع. وهكا غادي نضيف لها الزبده، نسرح هاد الزبده والزيت، وغادي نضيف لها شويه ديال النخاله والقمح اللي خلطنا. وهكا غادي نجمع هاد المسمنه نطويها عادي هكا. غادي ندهن بشويه ديال الزيت كذلك، وغادي نرش لها عاود هاد الوجه. وهكا نجمعو المسمنه ديالنا. غادي نعاود معكم واحده اخرى.
هكا نسرحوها مزيان على هذا الشكل هذا، وغادي نديرها في الطوجينه باش طيب. وهنايا نضيف لها شويه ديال الزيت، وهكا نحاول نقلبها مزيان ونضغط عليها. وهنا المشاهدين ديالي هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديال اليوم. هانتوما كتشوفوا كيجي زوين بزاف وكيجي رائع، وكنتمنى يعجبكم، وباي باي عليكم حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله.